السلام عليكم متابعينا الأعزاء. شائعات عن موت الملك سلمان وتحركات غير طبيعية للحرس الملكي السعودي، لكن قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد. شائعات عن موت الملك سلمان وتحركات غير طبيعية للحرس الملكي السعودي واجتماعات لكبار أمراء آل سعود. فما الذي يحدث في المملكة العربية السعودية؟ تواجه هذه أيام المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر اللحظات الحساسة في تاريخها. الملك سلمان بن عبد العزيز الذي قاد البلاد لعقد من الزمن كان يخضع للعلاج في مستشفى الملك فيصل التخصصي. التقارير الرسمية أفادت بأن الملك كان في حالة حرجة ولكن وضعه مستقر، غير أن الساعات القليلة التي تلت هذا الإعلان شهدت تطورات سريعة وغير متوقعة داخل أروقة السلطة السعودية. التكتم على وفاة الملك. وفقا لمصادر مطلعة، توفى الملك سلمان بعد صراع طويل مع المرض، لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اختار عدم الإعلان عن الوفاة. كان القرار مدروسا بعناية ويعكس استراتيجية سياسية دقيقة. الهدف كان منح ولي العهد وقتا كافيا لتثبيت أركان حكمه وضمان عدم حدوث أي اضطرابات داخلية أو محاولات انقلابية من قبل أفراد الأسرة المالكة. عملية التكتم لم تكن سهلة، تم فرض رقابة مشددة على جميع العاملين في المستشفى مع إجراءات أمنية غير مسبوقة، كما تم إصدار تعليمات صارمة لعدم تسريب أي معلومات حول الحالة الصحية الفعلية للملك. في الوقت نفسه استمر الإعلام الرسمي في نقل أخبار تفيد بأن الملك لا يزال يتلقى العلاج. تسرب الخبر على الرغم من الجهود المكثفة لاحتواء الموقف، ولكن لم يدم هذا التكتم طويلا. بعد عدة ساعات من وفاة الملك سلمان بدأت إشاعات تنتشر في وسائل الإعلام غير الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي تفيد إلى أن هناك شيئا غير طبيعي يحدث في المستشفى. شخصيات مقربة من العائلة المالكة سربت معلومات إلى وسائل الإعلام الأجنبية، مما أثار موجة من التساؤلات حول صحة الملك والوضع الداخلي في المملكة. تسريب الخبر أحدث ارتباكا داخل الأسرة المالكة، فبينما كان محمد بن سلمان يستعد للإعلان الرسمي في الوقت المناسب، بدأت تحركات غير معلنة بين كبار الأمراء الذين رأوا في وفاة الملك سلمان فرصة لإعادة ترتيب السلطة. تحركات داخل الأسرة المالكة. مع انتشار الخبر بشكل غير رسمي، بدأت بعض الشخصيات البارزة في الأسرة المالكة بالتحرك. الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان أحد أبرز الأسماء في الساحة، بدأ بالتواصل مع عدد من الأمراء والنخب المؤثرة في المملكة. كان الهدف من هذه التحركات هو تقييم الخيارات المتاحة ومحاولة بناء تحالف يمكنه الضغط على محمد بن سلمان أو حتى إقصائه عن السلطة. التاريخ السياسي السعودي مليء بالصراعات داخل العائلة المالكة، لكن محمد بن سلمان كان قد نجح في تحييد معظم منافسيه خلال السنوات السابقة، ومع ذلك كان الوضع الجديد يتطلب حذرا شديدا. فالعائلات تضم مئات الأمراء كانت على مفترق طرق، والأمير الشاب كان يعلم أن أي تحرك غير محسوب قد يؤدي إلى انقسامات داخلية يصعب السيطرة عليها. تعزيز السيطرة الأمنية. مع بدء هذه التحركات الداخلية، قام محمد بن سلمان باتخاذ تدابير أمنية مشددة. انتشرت وحدات الحرس الملكي والقوات الخاصة في الأماكن الحساسة من العاصمة الرياض والمناطق الحيوية الأخرى. كانت القصور الملكية والمباني الحكومية تخضع لحراسة مشددة، بينما تم تشديد الرقابة على وسائل الإعلام الداخلية لمنع أي تسريب قد يعرقل خطط ولي العهد. هذه التحركات لم تكن مجرد إجراءات احترازية، بل كانت جزءا من استراتيجية أوسع لضمان السيطرة على الوضع الداخلي وتأمين الانتقال السلس للسلطة. محمد بن سلمان كان يدرك تماما أن استباق أي تحرك معارض داخل الأسرة المالكة هو أمر حاسم، وذلك للحفاظ على استقرار البلاد وتجنب أي صراع داخلي. الصراع على الخلافة. الأنظمة الملكية بطبيعتها تقوم على استمرارية الحكم داخل الأسرة الواحدة، لكن في حالة السعودية فإن التنافس داخل الأسرة المالكة كان دائما عاملا محوريا في تحديد مسار الخلافة. بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز في 2015 تولى الملك سلمان الحكم، لكنه سرعان ما نقل السلطة الفعلية إلى ابنه محمد بن سلمان الذي بدأ منذ ذلك الحين في
لإعادة تشكيل النظام السعودي اقتصاديا وسياسيا. ورغم أن محمد بن سلمان كان الوريث الظاهر بلا منازع، إلى أن إشاعة نبأ وفاة الملك سلمان فتحت الباب أمام تساؤلات جديدة حول الخلافة. بعض الأمراء الكبار أو في ولي العهد الشاب شخصية مثيرة للجدل، خصوصا بعد سياساته الداخلية والخارجية التي أثارت انقسامات داخل الأسرة والمجتمع السعودي على حد سواء. استمرار التكتم. بينما استمرت التحركات داخل الأسرة المالكة، واصلت الحكومة الرسمية التكتم على الملك. كان محمد بن سلمان يهدف إلى تأخير الإعلان الرسمي حتى يتمكن من إحكام قبضته على كافة مفاصل الدولة ومنع أي محاولة للتمرد. التوقيت كان عنصرا حاسما في هذا السياق، حيث كان تأجيل الإعلان يسمح له بالتحضير لإجراءات أمنية وسياسية تضمن انتقال السلطة بسلاسة. السيناريو المستقبلي مع بن سلمان سينجح في تثبيت نفسه كملك دون معارضة، أم أن هناك مفاجآت تنتظر في الأفق؟ المملكة التي ظلت لعقود تتمتع باستقرار نسبي كانت تواجه تحديات داخلية غير مسبوقة قد تؤدي إلى تغيرات جذرية في نظام الحكم. ومع كل ساعة تمر كان الوضع يصبح أكثر تعقيدا. القوى الإقليمية والدولية تراقب بحذر بانتظار اللحظة التي سيعلن فيها عن وفاة الملك سلمان وما قد يليها من تطورات على الساحة السياسية السعودية. انتهى الفيديو، لكن قبل المغادرة لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد.